اسمعوا لي هاد الصويت ونقول لكم السلام عليكم كبيدات ديالي، ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم غنوجد معكم كروكيت البطاطس. ندوزو للمقادير بسيطه. عندي هنايا البطاطس على حسب افراد العائله، يعني ديما انا كنقول لكم مكونات وانتوما غادي ديروا الكميه اللي بغيتو كتجيكم لذيذه. عندي هنا الموتزاريلا، تقدروا ديروا فرماج غوج مقطعه مكعبات صغيره، وعندي مليحه والقزبور، شويه الخرقوم البلدي والتحميره، شويه الزعتر، الثومه بودر، وشويه الهريسه وفرماجه، والقزبور والمعدنوس مقردين كيف ما كتشوفوا. مكونات بسيطه. ثم غادي نحتاجو في الزليف الاخرين. عندي وحده دايره فيها لا شابلور ديال الارز، ممكن ديروا ديال الخبز المحمص، يعني لا شاط لكم شي كومير تحمصوه. وعندي هنايا بيضه كامله، وعندي الدقيق. وهادو هما المكونات بسيطه جدا. ندوزو للطريقه ديال التحضير. الوغ هنايا غادي نشد هذيك البطاطا، وخاصكم تكونوا معكينه مزيان. غادي نضيف ليها هذيك التوابل والفرماجه والربيع. غادي نخلطوهم مزيان حتى تينسجموا مع بعضياتهم مزيان مزيان مزيان. تقدروا تستعملوا غير ايديكم ماشي بالضروره. من بعد فاش تجمعت ليا غادي نشكل واحد القريصه، وغادي نخشي فيها الموتزاريلا، وغنبدا نكور فيها حتى ما تبقاش تبان هذيك الموتزاريلا، باش ما تخرجش لينا من الجناب. ضروري تكون طبقه شويه سميكه. بغيتو ديروها ما بغيتوش كيبقى لكم اختياري. كندوزها في الدقيق هو الاول، يعني هذه مرحله مهمه. ثم كندوزها في البيض، عاد كنديروها في لا شابلور. هذه مرحله مهمه علاش؟ باش ما كتحلش ليكم وتفرقع ملي كتكونوا كتقليوها. كنديروها في لا شابلور بحال هكا، نحطوها على جنب. المهم انا غنكمل الكويرات بحال هكا كيف ما كتشوفوا. راه طريقه سهله. كنشكلوا قريصه وكنخشيو فيها الموتزاريلا اولا الفرماج الاحمر، وكنكوروها مزيان. كندوزوها في الدقيق، ثم كندوزوها في البيض وفي لا شابلور، يعني بسيطه جدا. بالنسبه لا شابلور اللي ما متوفرش عنده هذه ديال الارز، يقدر ياخذ الكومير. راكم عارفين دابا رمضان كيبقى شيط هذاك الكومير، تشدوه ديروه في شي لاطه، تقطعوه قطيطات صغيورين، وترشوا عليه شويه ديال الزويته بلديه وشويه ديال الزعتر، وكتدخلوه الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت، غير كيتحمر. وكتحيدوه من اللاطه وكتطحنوه. بغيتو تغربلوه هي هذيك، ما بغيتوش كتخليوه هو هكاك، وكتبقاو مستمرين على هذا المنوال. غير هو اللي دوزتوها في لا شابلور. كتكونوا موجدين شي صينيه اولا بلاطون اللي بغيتو نتومايا، مفرشي ليه البلاستيك الغذائي اولا السلوفان الغذائي. حيت السر ديال هاد الكروكيت هو كندخلوه المجمد، باش منين كتكونوا كتقليوه ما كيتحلش ليكم، ما كيتفرقعش. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا ساليت جميع الكرات، وانا هاد المرحله كتبقى اختياري يعني بالنسبه لكم. كنعاود ندوزها في البيض وفي لا شابلور، حيتاش بغيت هذيك الطبقه تكون سميكه ديال القرماشه. ثم ندخلها للفريغو. انا دخلتها للكونجيلاتور تقريبا ساعتين عاد باش جبت تقليتها. تقدروا تخليوها يوم يومين الوقت اللي بغيتو. بالنسبه للناس اللي خدامين، الزيت خاصها تكون سخونه باش تجيكم محمره مزيان، وكتبقاو تقلبوا فيها حتى تتحمر من جميع الجوانب. وبالصحه والراحه الكبيدات، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البارطاج واللايكات. مع السلامه.